السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أحلى متابعين في الدنيا، كل عام وحضراتكم طيبين. رمضان كريم عليكم بإذن الله. وصفتنا النهاردة الفول المدمس، هنعمله بطريقة سهلة واقتصادية جدا. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض. عندي نص كيلو من الفول، غسلته ونقعته لمدة 8 ساعات. عندي كمان نص كوباية من الفول المدشوش، نص كوباية من العدس الأصفر. هنزل بكل المكونات بتاعتي في الدماسة زي ما انتوا شايفين كده، وأنا استخدمت الدماسة الفخار. هننزل بكل المكونات بتاعتنا، بعد كده هننزل بالمية، ونسبة المية من تلت لتلتين، يعني تلت كل المكونات بتاعتنا ونغطيهم بتلتين من المية زي ما هتشوفوا معايا كده بالظبط. بعد كده هنرفعهم على النار، وأول ما يغلوا معانا هنهدي النار على الآخر. ويفضل تعملوا زي ما أنا عملت، تحطوا شياطة تحتها. بعد أول ساعة هنشوف، لو لقيناها محتاجة المية هنزودها مية، بس لازم تكون مية مغلية. أخدت معايا حوالي ساعتين ونص عشان الفول يستوي معانا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه. بجد الفول طالع حلو جدا، قوامه حلو، وكمان الفول مستوي معانا طعمه حلو قوي زي ما انتوا شايفين معايا كده. وده كان فيديو النهاردة اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا ريت اذا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، شير كتير للفيديو، اعادة نشر، طبعا اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب، قناة في المطبخ مع سنة، وطبعا تتابعوني هنا، واستنوني في فيديوهات تانية كتير. وكل عام وحضراتكم طيبين وبألف خير. السلام عليكم ورحمة الله.